افضل 5 لعيبه لعبوا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026. المركز الخامس معانا وهو محمد هاني. وقبل ما تشتمني وتقول لي محمد هاني ايه اللي في المركز الخامس اللي دخل جونين في نفسه، احب اقول لك ان محمد هاني هو من اكتر اللعيبه الكونسيستنت على مدار البطوله كلها. كان بيهاجم كويس وعمل اسيست كان لزيكو في مباراه نيوزيلندا، وكان بيدافع كويس وخصوصا ماتش بلجيكا اللي كان حاطط دوكو في جيبه. يعني المركز الرابع معانا وهو مروان عطيه سلاش مهند لاشين، عشان هم كانوا برضو من اللعيبه المؤثره جدا وبيدافعوا وبيهاجموا. ولو شفتوا اصلا الخرائط الحراريه بتاعتهم في الملعب، لا كانوا بيموتوا نفسهم في الملعب. يعني المركز الثالث معانا وهو زيكو، وده كان من مفاجآت المونديال، دخل جونين وكان بيلعب حلو، شايفه هيكون ليه مستقبل في منتخب مصر ان شاء الله. يعني المركز الثاني معانا وهو محمد صلاح، اللي ما كانش بس لعيب في الملعب وبيجيب اسيستات وبيجيب اجوان جامده جدا، لا وكمان كان كابتن. حسيتها جدا في لقطه حسام عبد المجيد لما كانش عايز يطلع، بس لما جاله محمد صلاح طلع على طول معاه وسمع كلامه، فده تحس ان هو فعلا كابتن في الملعب وبره الملعب. وفي المركز الاول حارس المرمى مصطفى شوبير، اللي مش هقول عنه غير ان هو صد بيلانتي من ميسي.